أهلا بكم. اليوم رح نغوص في مقطع فيديو قصير جدا، يمكن أقل من دقيقتين فعلا مقطع سريع. بالضبط، لكنه أثار كلام كثير. المؤتمر الصحفي الأول لتشابي ألونسو كمدرب لريال مدريد. اللحظات الأولى دائما بتكون مهمة. صحيح، ومهمتنا هون نفهم إيه الرسائل الأساسية اللي حاول ألونسو يوصلها من خلال هالكلام الموجز، وشو بتعني للمرحلة الجاية للنادي. تمام، ومثل ما قلتي المقاطع الأولى هذه حتى لو قصيرة بتعطي مؤشرات. يعني الكلمات الأولى للمدرب بتكون مختارة بعناية، ترسم ملامح المشروع. طيب نبدأ بأول نقطة، واللي يمكن كانت الأوضح في الفيديو القصير ده. ألونسو طلب لاعب وسط لتعويض رحيل لوكا مودريتش. تماما. وهذه يعني ما هي بس لسد فراغ. التركيز الفوري على خط الوسط بيوضح أولويته التكتيكية. يعني هو شايف إنه التحكم يبدأ من هون؟ بالضبط، يبدو أنه شايف أنه السيطرة على رتم اللعب لازم تبدأ من الوسط، والحفاظ على قوة الريال في هالمنطقة بيحتاج إضافة نوعية، خاصة بعد لاعب بخبرة مودريتش طبعا. أكيد خسارة كبيرة بالخبرة والرؤية، فهذا الطلب المبكر هو زي حجر الأساس لتصوره للفريق. صحيح، والتصور هذا فيه ثوابت كمان، ما هيك؟ النقطة الثانية اللي لفتتني في الفيديو كانت تأكيده على بقاء جود بيلينغهام في مركزه. بيلينغهام في خط الوسط. قال ما رح يغير مركزه، وهذا كان عليه كلام كتير الفترة الماضية. صحيح، وهذا التأكيد مهم لعدة أسباب. أولاً، بيعطي استقرار فني من البداية. ألونسو عارف أنه عنده لاعب عالمي في مركز حساس وممكن يبني حواليه. بطمن اللاعب كمان. أكيد. وثانياً، هي رسالة مباشرة لبيلينغهام نفسه وللجمهور كمان، أنه ناوي يستفيد من قدراته في المكان اللي يتألق فيه أصلاً. يعني القرار أنه ما يجرب في مركز لاعب بهذا الحجم بيوضح أنه يميل لتعزيز نقاط القوة الموجودة. منطقي جدا. طيب من استقرار بيلينغهام نروح للاعب تاني كان في حواليه بعض الكلام. الفيديو أشار كمان إنه ألونسو أكد إنه محتاج رودريغو، وقال إنه حيتكلم معاه قريب. بالضبط. هنا ندخل في جانب إدارة اللاعبين. يعني في عالم الكرة الشائعات سريعة جدا. جدا. فتصريح مباشر من المدرب الجديد يؤكد فيه على أهمية لاعب معين له وزنه، بيقطع الشك باليقين ممكن نقول. تماماً. ذكر ألونسو إنه محتاج رودريغو وإنه رح يتواصل معاه شخصياً. هذه خطوة استباقية بتبني ثقة مباشرة بينه وبين اللاعب. بيظهر أسلوبه في التعامل صحيح، أسلوب يعتمد على التواصل الواضح ودعم اللاعبين. طيب الموضوع ما وقف عند اللاعبين بس، الفيديو تطرق للصورة الأكبر. الرسالة الأخيرة واللي يمكن كانت الأكثر طموحاً هي إعلانه عن بداية حقبة جديدة وهوية خاصة للفريق. صحيح، هوية خاصة لإسعاد الجماهير. طيب شو ممكن نفهم من هالوعد الكبير؟ شوفي، إذا طلعنا شوي عن الكلام الحرفي، هذا هو التحدي الأكبر والوعد الأكثر جاذبية للجمهور. بناء هوية خاصة لريال مدريد مش سهل أبداً. نادي بحجم ريال مدريد، بتاريخه، بالضغوط اللي عليه، بالمتطلبات المستمرة للنجاح والفوز، وكمان بأسلوب معين. صحيح. الموضوع أكبر من مجرد تكتيك، هو عن خلق أسلوب لعب مميز ومستدام يرضي طموح الجمهور ويثبت بصمة المدرب. وعده كبير جدا، ويحتاج وقت ويحتاج انسجام ويمكن قرارات جريئة شوي. إذن لو بدنا نلخص بسرعة اللي كشفوا هالمقطع السريع جدا الدقيقتين هدول عن توجهات ألونسو الأولية، في طلب واضح لتدعيم خط الوسط. صحيح. تثبيت لدور بيلينغهام المحوري. نعم. رسالة دعم وتأكيد على أهمية رودريغو والتواصل المباشر. والأهم يمكن الطموح الكبير لبناء هوية لعب جديدة ومميزة للريال. بالضبط. وهذا كله بيودينا لسؤال أعمق للمستقبل، سؤال يمكن صعب نجاوب عليه هلأ، بس يستحق التفكير. تفضل. كيف هالتصريحات وهالرؤية الطموحة لهوية خاصة اللي قالها ألونسو في دقائق قليلة رح تتحول لواقع ملموس على أرض الملعب، خصوصاً مع التحديات الهائلة والضغوط اليومية اللي بيعرفها أي مدرب بيقود ريال مدريد؟ كيف رح يقدر يطبقها فعلاً؟